جبيلة هي أكثر الأحياء كثافة سكانية في مدينة دير الزور. لم يبقى بها أي وجه للحياة. صوت الرصاص ودوي الانفجارات تتربع على عرش المكان. في مربع ضيق للغاية تترجم واحدة من الاشتباكات اليومية داخل الحي. عند هذه الزاوية قناص يرصد كل شيء يتحرك. يحاول أفراد الجيش الحر إقناعه بالانشقاق، لكن الرصاص يأخذ شكلا للحوار بين الطرفين. يحاول الجيش الحر وضع ستار عند التقاطع، ظنا منهم بأن ذلك قد يساعد على تشويش الرؤية أمام القناص، وبذلك قد يكون العبور أقل خطورة أمام المقاتلين. القناصة هو اللي قام يقطع علينا الشارع، يعني قام نركب برادي نضطر نركب البرداية عشان نعدي، يعني هسه نركب البرداية نصير نعدي بكل أريحية وبكل سهولة من فضل الله. في مساحة 10 أمتار فاصلة مع تقاطع آخر، قناص استطاع الإيقاع بعنصرين من الجيش السوري الحر. هذه الزاوية تماما مكشوفة أمام القناصة. سقط قتيلين تابعين للجيش السوري الحر. يحاول أصدقائهم سحب جثثهم من أمام القناصة. هنالك صعوبة بالغة في أن نسير من هذه الزاوية إلى تلك الزاوية لأنها مكشوفة. يستعين الجيش الحر بكافة الوسائل المتاحة لسحب الجثتين. عملية طويلة نجحت بعد تبادل طويل للنيران بين الطرفين، لكن بقيت أمام المقاتلين مهمة إعادة سلاح القتيلين. فلكل قطعة سلاح وطلقة وزن وقيمة في معركة مدينة دير الزور. سلام هنداوي، سكاي نيوز عربية، مدينة دير الزور.